السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتغدى شوية كفتة، حاجة جامدة جدا. تغيير كده، بدل الكفتة المشوية والحاجات ديت عملتها بصوص صلصة كده مع شوية فلفل وطماطم متقطعة مكعبات، حاجة كده خرافة، حاجة جامدة، ريحتها وطعمها خطير جدا. عملت شوية سلطة خضرة معاها، وهعمل شوية ملوخية وحبة رز بالشعرية، حاجة جامدة كده، ونتغدى وناكل أحلى أكلة. يلا بينا على طول نخش على المقادير ونشوف هنعمل ايه في غدوتنا النهاردة. يلا نشوف بقى مقادير غدوتنا ايه. ربع كيلو لحمة، بربع كيلو اللحمة اللي احنا هنعمل بيه الغدوة الجامدة دي. هي ملبسة، مش حمرا قوي، تمام، عشان تبقى حلوة كده وجوسي. 3 بصلات كبار، بشرهم بشرة ناعمة، ومصفية المية اهيت، وسايبة المية على جنب. هقول لكم هنعمل فيها ايه. 3 حبايات طماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة. الطبق ده بقى فيه قرن فلفل حراق صغنن، نص قرن فلفل رومي احمر واخضر مقطعهم صغيرين جدا، تمام. دول معلقتين صلصة كبار. وده بقى الطبق ده فيه قرنين 3 كده فلفل حراقين، على نص قرن فلفل رومي احمر، وقرن فلفل رومي ايه اخضر، تمام. وده نص كوباية فول صويا، نقعاها ومصفياها حلو جدا. ودي بقى تتبيلة الكفتة دي، كيس جديد كده بيزود الكمية، تمام. فأنا قلت طبعا علشان أنا نقع الفول الصويا، فهحطه من غير ما أضيف عليه مية. الكيس ده بيتحط عليه كوباية مية، تمام كده. لا، أنا هحطه من غير مية خالص كتوابل عادية، عشان أنا نقع الفول الصويا بتاعي، تمام. عايزة أقول لكم، مش حابين الفول الصويا ممكن تستبدلوه بمعلقتين 3 برغل، او ممكن تستغنوا عنه خالص. بس احنا فكرة الاكلة بتاعتنا من ربع كيلو لحمة هنضاعف الكمية ونخليها غدوة جامدة جدا. دي طبعا مكعب زبدة كبير او سمنة كبيرة. ما عندكيش سمنة ولا زبدة ممكن تحطي زيت، اي حاجة، تمام. التوابل بتاعتنا بقى: معلقة فلفل اسود كبيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة بابريكا صغيرة برضو، رشة قرفة بسيطة جدا جدا بحبها في اللحمة المفرومة، بتديلها طعم تاني. معلقة صغيرة بيكنج باودر. ودي مكعب مرق الدجاج بتاع اللحمة، مش حباه بلاش منه برضو. يلا بينا بقى نشوف هنبتدي بإيه الأول. أول حاجة هبتدي بيها، جبت بولة فاضية عندي، تمام. هحط فيها البصل المبشور كله، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. هحط فيها الفول الصويا برضو كله اهو. هحط فيها التوابل بتاعتي كلها مع معلقة البيكنج باودر كلها اهي، هحطها كده اهو، وهنزل بيهم كلهم على الايه، على الخلطة بتاعتي ديت. والفلفل اهو، وهديها دعكة حلوة جدا الأول من غير ما أنزل اللحمة فيها. هدعكها دعكة حلوة جدا وهرجع لكم. كده قلبت المكونات بتاعتي حلو جدا. هبتدي بقى أحط عليها كيس التوابل دوت، وهدعك دعكة حلوة جدا برضو. كده دعكت التوابل مع البصلة والمكونات بتاعتي حلو جدا. المرحلة الجاية بقى هحط اللحمة المفرومة، بسم الله عليها كده، واديها فرمة حلوة جدا بإيدي، جامدة جدا. أقلبها كده وأعجنها حلو جدا، وهرجع لكم على طول. كده عجنت اللحمة بتاعتي مع البصلة والتتبيلة والتوابل بتاعتي، عجنتها حلو جدا، خليتها بقى بصوا مفتلة كده وجامدة جدا وماسكة بعضها وماسكة نفسها حلوة قوي. المرحلة الجاية بقى هبتدي أصبع الكفتة بتاعتي صوابع عادية جدا، من غير ما أفرخها من جوه ولا أي حاجة، تمام. هصبعها وأظبطها كده، وهقول لكم الخطوة اللي جاية إيه. كده
صبعت الكفتة بتاعتي من غير سيخ ولا اي حاجة، بايدي عادي خالص اهي. بصوا ماسكة نفسها وجميلة جدا. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة، حلوة قوي وما شاء الله. بصوا الربع كيلو عمل لي كام صباع اهو، جامد جدا. يلا بينا المرحلة الجاية هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا بقى على البوتاجاز. جبنا الطاسة بتاعتنا وسخنتها اهو. هبتدي بقى احط فيها مكعب الزبدة او السمنة كده. حطيت السمنة وساحت تمام. هبتدي بقى انزل بالكفتة بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم، ومش هقلبها خالص، يا دوبك هعمل كده بس بالطاسة لغاية ما تاخد الوش وتتدحرج كده وتستوي ايه معايا سوا الا ربع كده. الكفتة بتاعتي استوت. انا حطيتهم على مرحلتين علشان الطاسة صغيرة. هبتدي بقى انشلهم كده، احطهم. بصوا ماسكة نفسها ومش مهرية ولا اي حاجة. اهم حاجة ما نقلبهاش اول ما نحطها على النار. تمام كده انا سويتها 3/4 سوا. تمام هشيلها بقى وهقول لكم على الخطوة الجاية الجامدة جدا. كده شلت الكفتة بتاعتي في طبق على جنب. هنزل في نفس الطاسة ونفس السمنة وكل حاجة. هنزل بالفلفل المقطع عندي الوان وحراق ورومي واشوحه تشويحة. شوحنا الفلفل اهو. هنزل عليه على طول بالطماطم بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم واديهم تقليبة. شوحت القوطة اهي معاها. بصوا عايزة اقول لكم ريحتها خطيرة. هنزل بمعلقتين الصلصة كده واديهم تقليبة. حطيت القوطة وصلصة الطماطم. هنزل بمية البصل اللي احنا كنا شايلينها على جنب واديها تقليبة حلوة كده. تمام حط لها حبة ملح، حبة فلفل اسود، مكعب مرقة لو عايزة، وهسيبها تغلي غلوة. لو حبيتي ان هي تحطي حبة مية تبقى جوسي كده ما تبقاش ناشفة، هنحط لها حبة مية وتغلي غلوية وهقول لكم هنعمل ايه. كده سبكت الطماطم مع الفلفل مع كل اللي انا حطيته ده. هنزل بقى بالكفتة كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيها واسيبها بقى ايه تاخد غلوة واحدة بس او غلوتين كده تدخل فيها كده، عشان احنا كنا مسوينها ايه سوا الا ربع. تدخل في الصلصة الجامدة دي. عايزة اقول لكم الصلصة خطيرة. تمام هسيبها بقى كده تدخل مع بعضها اهي وتستوي كمان. كمل سواها وارجع لكم على طول اقول لكم النتيجة ايه. وبكده اكلتي خلصت وغدوتنا خلصت. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها خطير جدا جدا، والواحده ماسكه نفسها ما اتهرتش مني ولا اي حاجه. عملت شويه سلطه جنبها، ممكن تاكلوها مع عيش ابيض كده، تعملوها سندوتشات وشويه طحينه تبقى جامده جدا، او شويه رز واي حاجه جنبيها هتنفع. انا بصراحه عملت شويه ملوخيه وحبه رز بالشعريه، حاجه جامده جدا جدا، طعمها خطير وهيعجبكم. عايزاكم تجربوها بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.